قبل ما نبدأ في تحريك القطة في كونسبت حابب ان احنا نتكلم عليه. في حاجة في الانيميشن اسمها سمير فريمز. يعني ايه سمير فريمز؟ لو جينا في جوجل مثلا او بنترست كتبته انيميشن سمير، ده السبيلنج بتاعها كده، هتلاقوا حاجات غريبة جدا. تمام. في الانيميشن لو احنا عايزين نعبر عن حاجة انها سريعة قوي، فممكن ان احنا يجي فريم بيترسم بشكل بحيث ان هو يربط بين التو كي فريمز الاساسيين. يعني لو جينا هنا هنلاقي مثلا دافي داك مثلا، ده كان الكي فريم وده الكي فريم، وراح هو جه حاول ان هو يربط بينهم بالشكل ده. ليها انواع كتير، مثلا كان ده وده فراح ربط بينهم بالفريم ده. نفس الحكايه هنا باجز باني عايز يلف، فهو راح عمل فريم دمج بين التو كي فريمز بالشكل ده. تمام. بتبقى باينه قوي هنا، باينه قوي في الاكزامبل ده. لو جينا بصينا هتلاقوا ان هو في نوعين حتى من السميرز، في السيبريتد وفي الستريت. هتشوفوا الفريم اللي هو معمول ده هتشوفوه هنا. تمام. عشان يوصل بين التو كي فريمز دول مع بعض، فهو استخدم سمير. احنا هنستخدم ده. الفريم ده اصلا كان في انيميتر اجنبي معروف اسمه توني بابل. تمام. كان هو عمل الكونسبت ده. انا خدته، كنت قعدت ان انا يعني كان نوع من انواع المذاكره بتاعتي، ان انا رسمته انا وقررت ان انا اري انيميت المشهد يعني. طيب، قبل ما ابدا ان انا احرك اي مشهد، انا بعمل اول خطوه ان انا بتاكد ان اللايرز بتاعتي متسميه صح، وان انا ببدا ان انا اعمل ليبلنج لللايرز، ان كل لاير بياخد الليبل بتاعه. يعني ايه ليبل؟ يعني مثلا انا عندي دي الترابيزه تيبل، تمام، ودي العصايه بتاعت الترابيزه، المفروض الاثنين يكونوا جنب بعض، فهيروح يتحطوا كده هنا. وهغير الليبل بتاعهم، let's say مثلا اخليه براون. ليه؟ عشان وانا بحرك ابقى عارف ايه الحاجات اللي مع بعض نوعا ما. يعني مثلا الترابيزه والعصايه هيتحركوا غالبا مع بعض، فانا عايز ان انا اكون في التايم لاين قادر اشوف ده. تمام. فعندي مثلا التيل، الودن، الكات فيس، الفيش تيل، لا الايز، كل ده كده، دي كلها القطه صح. فكلها هخليها بلون واضح، لون مثلا خليه مثلا يلو. تمام. الباقي ده كله هيبقى انا كده عارف ان كل الباقي ده هو التانك نفسه او حوض السمك ده. تمام. بس ممكن افصل السمكه نفسها عشان لما نيجي نحركها هقوم فاصل السمكه نفسها، خليها مثلا، هو اصلا ده لافندر، خليها اورنج مثلا. وناخد ده اسمه سمكة، هو اصلا مش دي السمكة، دي بابل، دي كانت تسمية غلط. هنخليها بلو مثلا، دي هنسميها فيش. فانا كده بقى عندي الليبلنج بتاع اللايرز بتاعتي كلها، انا عارف هي ايه. طيب انا دلوقتي محتاج ايه بقى؟ محتاج ان انا اعمل حاجه تانية، ان انا اعمل حاجه اسمها بيرنتنج. يعني ايه بيرنتنج؟ يعني انا دلوقتي حابب ان انا ابدا المشهد بتاعي بالكاستيجنج بقى، افكر فيه هبداه ازاي. هبداه وكأن في مثلا كاميرا، المشهد ده وقف كده وفي كاميرا بتعمل باننج، بعد كده تقوم جايه واقفه عند المشهد ده. هعمل ده من غير كاميرا دلوقتي، احنا هنتكلم عن الكاميرا قدام، بس دلوقتي مبدئيا حابب ان احنا ناخد كذا تور مع بعض، فهنعمله بشكل مانيوال شويه. ان انا هقول له ايه؟ هقول له انت شايف الترابيزه دي؟ تمام. انا عايز العصايه دي تمشي ورا الترابيزه، تمام، او العكس، انا عايز مثلا الترابيزه تمشي ورا العصايه، حسب انا عايز اعمل ايه. هنعرف دلوقتي ازاي نعملها وعلى حسب ايه بالظبط. دلوقتي انا عايز، دلوقتي انا لو جيت العصايه دي حركت لها بوزيشن، هيحصل ايه؟ عادي خلاص العصايه بتتحرك، كنترول زد هي لوحدها بتتحرك. طيب لو انا جبت التيبل اللي هو راس الترابيزه، شايفين دي اسمها بيك ويب. بيك ويب دي بتستخدم عشان نختار البيرنت بتاع اللاير ده. يعني اللاير ده مين البيرنت بتاعه، مين اللاير اللي هو هيمشي وراه.
فلو جيت اخترت ضغطت كده وفضلت ضاغط ورحت لحد اللاير ده تمام، عملت ايه دلوقتي؟ ضغطت هنا كده وفضلت ضاغط بالماوس ورحت لحد هنا ورحت سايب ايدي. فايه اللي هيحصل دلوقتي لو جبت العصايه دي دلوقتي وكده حركها؟ ايه اللي حصل؟ بقى اللاير التيبل اللي هي راس الترابيزه بقى ماشي ورا العصايه. بقت اي حاجه هتحصل دلوقتي للعصايه لو انا عملت لها روتيشن التيبل ماشيه وراها، فده بيسهل عليا في الانيميشن احركها. طب ليه انا فصلتهم من الاول؟ هنعرف دلوقتي لما نيجي نحرك. هعمل بقى شويه ايه، شويه نوعا ما ده نوع من انواع الريجنج. فانا هعمل ايه نوع من انواع الريجنج دلوقتي، ان انا عندي التيل والودن خلي الودان دي كلها تمشي ورا الكات فيس تمام. التيل ده هخليه لوحده، الكات فيس دي خليها برضو لوحدها. بعد كده عندي فيش تيل وفيش، فالفيش تيل هيمشي ورا الفيش اهو، ضغطت عليه بيك ويب الفيش. بعد كده عندي التانك بوتن والتانك توب تانك، خليهم هيمشوا ورا التانك، والتانك نفسه هخليه يمشي ورا التيبل. فدلوقتي انا لو جيت حركت العصايه هيحصل ايه؟ بس انا في حاجه ما عملتهاش بيرنت، ده اللاير ده اللي هو فتحه الحوض دي هنعمل بيرنت للتانك، واخلي الفيش كمان بيرنت للتانك، عشان لو جيت دلوقتي حركت البوزيشن ده بقى كل اللايرز دي ماشيه مع بعض. هاخد البابل كمان وهخليها هي كمان بيرنت للتانك. فلو جيت دلوقتي بقى كل المشهد لو انا حركت اوبجكت واحد في حاجات كتير بيتحركوا مع بعض، ولسه قادر ان انا احرك كل واحد فيهم لوحده. هي بقى دي الميزه، ان انا فصلتهم فانا قادر ان انا احركهم مع بعض او احرك كل واحد لوحده على حسب الانيميشن اللي انا عايز اعمله. مبدئيا انا ايه، انا عايز المشهد، انا في مخيلتي دلوقتي انا عايز المشهد ان احنا نبدا بالمشهد الحوض فاضي، بعد كده بندخل عليه القطه بنشوفها بتطلع فوق الحوض، بعد كده بتقوم بصه تنزل تحت تلاقي السمكه طلعت لها تقوم راجعه تاني تمام. ده ترتيب الاحداث. فده اللي بيحصل في دماغي لما بفكر ترتيب الاحداث في دماغي. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل الاول، بعد كده ايه، بعد كده ايه، بعد كده ايه، ستيجنج اللي احنا اتكلمنا عليه. فانا دلوقتي اول 5 ثواني هل انا محتاج القطه؟ لا انا مش محتاج القطه. فانا هاجي عند لايرز القطه اللي انا عارف ان لونها اصفر، فاوتوماتيكلي هقوم مختار كل اللايرز الصفراء الت جيم. فهو ايه اللي حاصل؟ هبقى كده انا قلت ان القطه هتبدا من هنا، قبل كده انا مش عايز اشوفها خالص تمام. اوكي طيب طالما انا مش عايزها اشوفها خالص دلوقتي وعايز اركز مع بقيه الحاجات، هل انا محتاج اشوفها في التايم لاين بتاعي نفسه؟ لا انا مش محتاج كده. فانا هعمل ايه؟ هقوم مختارها برضو هنا كده، وهعمل حاجه اسمها شاي لاير، شاي من خجول يعني. فلو جيت ضغطت على البروبرتي دي وانا عامل سيلكت لكل اللايرز الصفراء اللي هي فيها القطه، لو عملت شاي كده دلوقتي وعملت اكتيفيشن للشاي لاير، ايه اللي هيحصل؟ لو دوست حرف الذال في الكيبورد ببدا ان انا اشوف البانل بتاعتي. لو انا مثلا واقف على التايم لاين وضغطت ذال بيقوم مكبرها لي عشان اشوفها في الشاشه كلها، لو ضغطت ذال تاني بيرجع تاني حجمها الاساسي. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الكات القطه نفسها ما بقتش موجوده. فلو جيت عملت دي اكتيفيت هي لسه موجوده، اللاير ما اتمسحش، هو اختفى بس انا خفيت مجموعه اللايرز دي عشان انا عايز اركز مع بقيه الحاجات. فانا حاليا قادر ان انا اشوف اللايرز اللي انا محتاج اشتغل معاها بس. دلوقتي انا بقى هعمل ايه؟ هبدا ان انا اظبط الانكر بوينتس بتاعه الانيميشن بتاعي. الحوض ده لو حبيت ان انا اخليه يروتيت شويه، لو انا دلوقتي عملت له روتيشن هو بيروتيت حوالين نفسه وده مش منطقي. لو الحوض ساند على الارض فهو لو هيروتيت على الحته اللي هو ساند عليها. فانا دلوقتي عندي عصايه الترابيزه وعندي الحوض وعامل ليبلنج لللايرز بتاعتي. دلوقتي لو انا جيت حركت عصايه الترابيزه كده كل المشهد بتاعي هيتحرك، بس انا برضو مش هحرك العصايه دلوقتي. اللي انا هعمله ايه؟ هاجي من ويندو تمام، هختار اول بلجن هنشتغل بيه. البلجن اسمه بلجن تمام. في الماك بنفتح الفايندر، بنروح عند ابلكيشنز، بعد كده بنروح
عند افتر افكت سكريبتس سكريبت يو اي بانلز. بعد كده بنعمل بيست للفايل بتاع البلجن هنا. تمام. فانا باخد الفايل بعد كده بمشي بالترتيب الفولدرز ده واحطه هنا في الويندوز. بيبقى بنروح عند السي بروجرام فايلز ادوبي افتر افكتس. بعد كده بندخل نفس الترتيب سكريبتس سكريبت يو اي بانلز ونحطه في الفولدر ده. بعد كده لما اجي افتح الافتر افكت من ويندو تمام هلاقي السكريبتس بتاعتي كلها موجوده هنا. السكريبت اللي انا هشتغل بيه هو موشن 2 دلوقتي. هضغط عليه كده دراج وانا بتحرك بيه هلاقي ان هو بيظهر لي الاماكن اللي ممكن يتحط فيها. فانا مثلا هحطه على جنب هنا كده. ده ميزته ايه؟ لو انا ضغطت دلوقتي على الزرار ده تمام بيفتح لي الايكون دي. الايكون دي دلوقتي اقدر ان انا من خلالها شايفين ده مكان الانكر بوينت. لو انا جيت حطيت ضغطت هنا بيغير مكان الانكر بوينت بسرعه جدا على حسب ما انا عايز. ميزته ان انا لو غيرت الانكر بوينت بعد ما كنت خلصت انيميشن المشكله ان هو بيبوظ الانيميشن بتاعي. فميزه البلجن ده او استخدامه ان انا اقدر ان انا اغير مكان الانكر بوينت حتى لو كنت خلصت انيميشن وعملت انيميشن قبل كده. طبعا هو ايه هيبقى اسرع لي ان انا احدد الانكر بوينتس بتاعت كل لاير بسرعه كده. فانا دلوقتي خليت كل الانكر بوينتس تبقى من تحت كده اوكي عشان وانا بحركهم دلوقتي ده المكان المناسب ليهم اللي انا محتاجهم فيه. طيب هاجي دلوقتي اعمل ايه بقى؟ هاجي على رايت كليك في مكان فاضي مش على لاير، اي مكان فاضي هنا رايت كليك نيو وهختار حاجه اسمها null object. النال اوبجكت ده هيعمل لي لاير. اللاير ده هو لاير شفاف، هو زي جوست لاير مش ما بيظهرش معايا في الريندر ولا اي حاجه، بس هو فيه بروبرتيز يعني اقدر فيه بوزيشن وفيه سكيل وفيه اوباسيتي وفيه روتيشن فيه كل الكلام ده، واقدر ان انا اديله انيميشن مع انه هو شفاف. ايه لازمته بقى؟ المبدا بس اول حاجه ان انا هخلي الانكر بوينت في النص وهتاكد ان هو في نص الكومبوزيشن. هنزله تحت هنا في الجزئيه دي كده، وهخلي بقى العصايه نفسها اللي هي متحكمه في المشهد كله هي تبقى تشايلد للنل، يبقى هو البيرنت بتاعها. لو انا جيت دلوقتي بقى حركت النل ده ايه اللي حصل؟ بقى كل المشهد ماشي وراه. فدي لازمه النلز. النلز بنستخدمها عشان نخلي حاجه تمشي وراها في الانيميشن. دلوقتي هيبان ليه انا عامل الهيراركي او ترتيب اللايرز بالشكل ده، عشان انا هعمل حاجه اسمها انيميشن وفي حاجه اسمها سكندري انيميشن او سكندري اكشن، ان انا في حركه اساسيه وفي توابع للحركه دي. فانا لو جيت دلوقتي عملت المشهد بتاعي ان هو بيتحرك ازاي، ان انا هاجي هنا بعد 20 فريم هحط ده مشهد النهايه وهرجع اجيب اول كي فريم ان هو مثلا كان هنا، فيبقى عندي ده الانيميشن. بس هبعد ده شويه اخلي مثلا في كام فريم كده ثبات، فيبقى ده الانيميشن بتاعي. اوكي هدوس F9 عشان نعمل ايزنج. هعمل بقى حاجه اسمها السكندري اكشن. يعني ايه بقى سكندري اكشن؟ دلوقتي انا هاجي عند راس الترابيزه دي وهتخيل لو انا بحرك كاميرا فمش هيحصل حاجه، لكن لو هي بتتحرك ساعتها انا ممكن اعمل انها اخليها تروتيت سنه يمين شمال على حسب انا نوع الانيميشن اللي انا عايز اعمله ايه. خدوا بالكم كمان ان انا دلوقتي عشان اعمل بيرنتنج فبقى كله بيتحرك معايا بالشكل ده. خلينا بس نأخرها دلوقتي حركه الروتيشن دي، ويبقى عندي حركه الكاميرا دي كده هي هتوصل هنا. انا بس السمكه مش هعرف تايمنج كده. اوكي